السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي ومتابعي كرة القدم في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الكرة مع الدمرداش. حلقتنا اليوم بعنوان روجيتة النجاح لنادي الزمالك في الوصول والصعود في دوري أبطال أفريقيا. طبعا احنا عارفين نادي الزمالك محتاج ان هو يفوز على نادي بوليسداد الجزائري في ملعبه، وثم مباراة العودة هنا مع المريخ السوداني. إن شاء الله كل التوفيق والأمنيات لنادي الزمالك بالصعود. وأقول برضو لسه في الأمل بالنسبة للنادي الأهلي. طبعا النادي الأهلي لو هنتكلم عن النادي الأهلي، احنا عندنا عناصر كويسة جدا، خامات طيبة جدا، ومفيش حد انتقل بين اللاعبين في الفترة دي. فرقة كاملة. كان نفسي العناصر الجديدة معظمها تنزل في مباراة المقاولين، ونخلي العناصر كلها بكامل قوتنا في ماتش سان داونز، ونشتغل بثلاثة ديفندرات: مروان عطية فايق بالنسبة للثلاثة بتوع القلب، وطبعا حمدي فتحي وديانج، وكنا نقفل منطقة العمق كويس جدا، ونعمل توازن ما بين الناحية الهجومية والناحية الدفاعية. كنا قدرنا نجبر سان داونز على التراجع، وكنا نقدر نفوز بالمباراة باحتمال وبنسبة كبيرة جدا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. مش عايز نتشف بالنسبة بقى للجماهير، بقى كلامي للجماهير الأول قبل ما أخش في نادي الزمالك. كلامي للجماهير، أنا شايف إن في حالة كده تشفي، يبقى ربنا ما بيكرمش. إزاي أنا زملكاوي مصري وأنا أهلاوي مصري بنتشفى في بعض؟ ده أنتوا خدتوا 5، ده أنتوا خدتوا 5، ده أنتوا خدتوا 3، ده أنتوا خدتوا 2 من إنبي. يا جماعة عيب، لازم نرتقي بقى، واحنا قلنا نحب بعض ونخلص كده عشان ربنا يكرمنا. لازم الناس يبقى في عندها وعي كروي عشان ربنا يوفق. مش عايزين نعلق الشماعة لبعض، احنا كلنا في مركب واحد، وكل ده بيتصب في منتخب مصر. ما شاء الله عندنا جميع منتخبات مصر تم الإخفاق، كلهم خرجوا. فدي حاجة بصراحة تزعل، وكلمت مرارا وتكرارا في إصلاح المنظومة، وحطيت روجيتا للنجاح عشان نفوق الكلام ده. الموضوع او موضوع التخطيط بالنسبه لكره القدم عندنا صفر. كان الدكتور محمود سعد راجل كويس وراجل قمه، كان نفسي يجي يقول تاني مره واثنين وثلاثه. تمام، يبقى موجود دكتور محمود سعد، وموجود دكتور طه اسماعيل، موجود الخبرات اللي موجوده عندنا الناجحه في البلد، زي كابتن حسن شحاته، كابتن ربيع ياسين، يقعدوا معاهم وننسقوا مع بعض ونشوف نبدا منين، وادينا بلان كده نمشي عليه من اول المناطق في مراحل البراعم حتى وصولا للفريق الاول. تمام، دي مهمه جدا. بس حزين كمصري، حزين على الوضع اللي بيحصل في الكوره في مصر. عارفين ده كله بسبب ايه؟ غياب العين الخبيره من وجهه نظر الشخصيه المتواضعه. كلام ورزق على الله، نعمل بيه ما نعملش بيه، الناس حرة. العين ما بتشوفش اللعيب الجيد اللي يلعب في مصر، سواء افريقي سواء المصري في ناديه. في لعيبة كتير جدا لا تصلح تمثل الاهلي والزمالك، قطبي الكرة المصرية. نادي الاسماعيلي وقع لان بطل يصعد ولاده. الانتقاء من تحت ما بقاش كويس في نادي الاسماعيلي، مصالح وسبوبات وشغل كده من تحت الترابيزه في معظم انديه مصر. السبوبه مودينا في داهيه. السبوبه شعار الناس دلوقتي. مش مشكله اجيب الجنيه ازاي، اهم حاجه على حساب مين. مش فارقه. طب ده هيفيد مصر وهيفيد الكرة في مصر، ولا هيجي بالعكس، هيجي بالسلب زي ما بيقولوا؟ نادي الزمالك نادي كبير، نركز في ماتش بوليسداد الجزائري. مع احترامي لدونجا
اول حاجه اقولها له، ركز في الملعب اكتر. لما تركز في الملعب هتنجح. لما تركز في الملعب هتعرف تقطع كرة كويس وتنقل الكرة كويس وتعمل الاسيست بتاعك للناس كويس، وعندك مساحة رؤية، وانت لعيب كويس ولعيب رائع. وانا وجهة نظري الشخصية ان انت من احسن الديفندرات اللي موجودة، زيك زي ديانج وزي حمدي فتحي وزي الناس دي كلها. انت لا تقل عن الناس دي، كلكم لعيبة مميزة وكلكم لعيبة كويسة وفي مصلحة منتخب مصر. دونجا بلاش نرفزه وما تطلعش بذهنك كله بره الملعب، وجوه الملعب بتلعب بربع مستواك. لحد دلوقتي دونجا بيلعب بربع مستواك. دونجا لعيب رائع، بيقطع كويس ويسلم كويس ويسدد كويس. لو اتطورنا منه بقى، لو اشتغلنا عليه كويس، هيقدر يعوض جزء كبير من غياب اللعيب الرائع اللي احترف بره مصر وصاب بصراحة، وصاب بصمة في نادي الزمالك. طبعا احنا كلنا مش هنخوض في الاسماء ونقول فلان مشي وفلان مشي ما عرفناش نجيب زيه ومش لنفس المستوى طبعا، بس اقدر الناس اللي موجودة اقدر اشتغل عليها. اقدر اشتغل بلوك او ستارة، اللي هو الاربعة اللي موجودين تحت سرد باكين وباكين الطرف، تمام، ونلتزم شوية. واتمنى سيد نمار زي ما كان له دور الماتش اللي فات ونزل شكل جبهة بسرعاته وعمل اختراقات من ناحية اليمين، تمام، ينزل برضه ويبقى ياخد دور في بعض المباريات حسب رؤية المدير الفني للمباراة. فييرا كوتش كبير، وما بيكون فايق ومركز بيعمل ماتش كويس قوي، خصوصا في الماتشات الكبيرة، الماتشات العالية زي الماتش اللي جاي ان شاء الله باذن الله تعالى. انا متخيل ان شاء الله هيبقى في توازن محترم، هنلعب بثلاثة ديفندرات وهنسيطر على نص الملعب كويس، والجزيري هيكون فايق. يا رب يكون الجهاد اللي عنده ده يقدر نعمله استشفاء بسرعة، وان شاء الله نقدم مباراة كويسة ونكسب بلوزداد ونصعد، وان شاء الله سان داونز يهزم الهلال السوداني والنادي الاهلي يكسب مباراته المتبقية له ويصعد باذن الله تعالى. اتمنى قطبي الكوره يتصلح الحال ويصعدوا في افريقيا، ويحصل فيه طفره كده في مصر، يحصل فيه ثوره اسمها ثوره تصحيح الكوره. مسار الكوره راح بعيد في حته تانية خالص. انا قلت من تاريخ الكابتن حسن شحاته، للاسف الشديد ما عادش فيه منتخبات في مصر بتلعب كوره جميله اللي الناس بتستناها وبتتمناها وبتطلع همومها في ماتش كوره. كل التوفيق والامنيات لنادي الزمالك، وانا ان شاء الله عندي ثقه وعندي احساس كده ان نادي الزمالك هيكسب بلوزداد الجزائري في ملعبه ويفرح جمهوره ويفرح مصر، وان شاء الله النادي الاهلي ربنا يوفقه وتكمل على خير باذن الله. كل الامنيات وكل التوفيق لنادي الزمالك، واللعيبه يكونوا مركزين وفايقين، ونهني ونبارك لكل الجماهير المصرية بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.